السير الذاتية للأشخاص الناجحة المؤثرة هي أكتر مصدر تتعلم منه إزاي تكتشف طريقك وتنجح فيه حتى لو تايه، ولو حابب تتعلم وتنجح أكتر في سوق العمل يبقى مفيش أفضل من سيرة ستيف جوبز. والنهاردة جمعت لك 5 قواعد من مسيرته هتنفعك في شغلك وفي حياتك كمان. بس قبل ما أقول لك عليهم اتأكد إنك عامل سبسكرايب لقناتي على يوتيوب. أنا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. القاعدة الأولى stay hungry stay foolish، ومش مقصود بالجملة هنا معناها الحرفي، المقصود بيها إنك ما تشبعش أبدا من النولج اللي بتكونها، دايما زود في خبرتك وفي قراءاتك وتعلم من الخبرات اللي سبقوك، ومهما طورت من نفسك ما تتعاملش على إنك الوحيد اللي بيفهم. عشان كده بيقول في الجزء الثاني من القاعدة stay foolish، في لسه حاجات أنت ما تعرفهاش محتاج تتعلمها وتكتسب مهاراتها، واوعى تخاف إنك تغلط طالما هتتعلم من الغلط ده. تاني قاعدة اطلب المساعدة وما تتكسفش، عشان تثق بنفسك أكتر اطلب المساعدة وقت الحاجة. طب إيه العلاقة بين الثقة وطلب المساعدة؟ العلاقة ببساطة هي الجرأة واستيعاب نفسك أكتر. كتير مننا بيتكسف إنه يطلب المساعدة أو بيبقى شايف إنه بشوية مجهود ممكن يلاقي اللي بيدور عليه. طب ماذا لو ما عرفتش؟ برضه مش هيطلب. ليه؟ عشان ما عندوش الجرأة. طلبك للمساعدة بعد ما تكون بذلت كل المجهود للمرحلة دي هو اللي هيزود ثقتك بنفسك، لأنك ببساطة هتبقى محدد وعارف أنت بتطلب إيه. جوبز بيقول مفيش مرة طلبت المساعدة من حد ورفض طلبي، وده زي ما قلت لك لأن معظم الناس بيتكسفوا يطلبوا المساعدة، وده بقى اللي بيميز الناس الحالمين عن الناس اللي عايزة تعمل حاجة. تالت قاعدة دور على شغفك في شغلك. صحيح اننا اتكلمنا كتير في موضوع الشغف واننا ما بنستناهوش، لكن انت ممكن تلاقي شغفك ده من خلال شغلك، وده عن طريق انك تسأل نفسك ازاي شغلك ده بيساعد الناس وبيأثر في حياتهم. هل بشغلك ده بتعرف الناس حاجة جديدة او بتساعدهم في حل مشكلة معينة؟ الطريقة الوحيدة عشان تحب اللي بتعمله والدافع اللي هيخليك تطور من نفسك ومن مستوى شغلك لما تعرف قيمة اللي بتعمله واثره في حياة غيرك. رابع قاعدة اتحدى نفسك وخليك واثق انك تقدر تعمل كل حاجة. جوبز بيقول انه برغم ان توقعاته وطلباته لفريقه كانت احيانا بتبدو غير منطقيه، لكنهم كانوا بيحققوا التحدي اللي فرضوا عليهم واللي اعتبروه في اوقات كتيره مستحيل، وده لثقتهم فيه كليدر، وده خلاهم يثقوا في نفسهم اكتر. كمان بيقول لو مفيش في حياتك الليدر اللي يحفزك ويشجعك ثق في نفسك وخليك انت الليدر ده. اعرف نقاط قوتك واستفيد منها، ونقاط ضعفك اشتغل عليها علشان تكون احسن. من الاخر اتحدى نفسك، وساعتها مبروك انت الليدر اللي كل الشركات بتدور عليه. خامس واخر واهم حاجه تقبل الفشل وتحمل المسؤوليه واعترف بغلطك. جوبز بيقول مفيش حد معصوم من الخطأ، بس الفكرة هنا انك تتقبل الخطأ ده وتشوف هتواجهه ازاي. جوبز فشل واتطرد من ابل وهو في العشرينات من عمره، بيقول قعدت شهور مش عارف اعمل ايه، انا فشلت في فشل ذريع وكل اللي في السوق عرفوا، لكن فشلي وطردي ده كان احسن حاجة حصلت في حياتي، لان في ال5 سنين اللي بعد طردي عملت شركة نيكست وشركة بيكسار، وبعدها عملنا اول فيلم رسوم متحركة طويل، وحققنا نجاحات كبيرة خلت شركة ابل تشتري الشركتين عشان يرجع انجح واقوى، وكان شايف انه لولا طرده ما كانش عمل اللي عمله. وبيقول في بعض الاحيان لما تبتكر حاجه غلط ما تقعدش تفكر كتير في الاخطاء وابدا بخطوات التصليح، وما تخليش الخساره او الفشل يأيدوك انك ما تكملش. ودول كانوا اهم 5 قواعد للنجاح من وجهه نظر ستيف جوبز. ودلوقتي هسيبك تفكر في كلامي وقول لي في الكومنتس ايه الحاجه اللي اكتشفتها من اللي اتكلمنا عليها عيب عندك وازاي هتصلحها. ولو عايز تسلك اكتر في سوق العمل تابعني على كل المنصات يوتيوب فيسبوك انستجرام وتيك توك. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل.